برايوتا دمدبرانوتا قوانيتا مردوتا وأمن سورياي تبانتا الوزيروتا مردوتا وعليمة بحكمة أقليمة كردستان عراق مريز لمطا كستة أوتو زدقت برناشا خازويا خال مخيتا دتخارت إصرة دمرخقتا دمشي خايد دشتت ننوى من باتي وبنياتي بيد رهيوايوتا وآها على الأوانة بث عتقد يارتوثا سورييتا بروستاقة عنكاوا بأربيل وهدر الزوياخة خامنيانا من مشتقلانة ومدبرانة وممثلانة دشت آسة ومطاك سياثة مشخلبة وأكاديمية ومقبية وكنشا من يصيبة بشوراية زوياخة مقرولم يقرأ كلدو رمزي أغنى مدبرانة قوانايات مردوتا وأمنة سورياية مملا بودة مع عبدانوتا داها قدشا مريرة على عمن على شوية قائم ودعتي ذا وأنا نقايوتا دلا من شيتا داها قدشا إلا شقلتا دراشة وسوكالم شخل بمنه وكاد مقرولم يقرأ وغنى بختامد مملة شكرتا لمطا كستد أوتو المخيتا داها تخارا ويومت كلن لقمن شخلة كلن أخني لا ختيوة عيشي وخك ملحظات كبيرة ممرآنة لبس سيمة بلكي منه كويلن قوة وعزيمة تدديو بيشوخ أني يماثا قاو تريلب وأرباسر اجد كم خازخلة ما ويدلو رهيواي ينداعش قادني عمديدا دخكم هجريلو وبيشلوثية تتخازي خماء وطالو تدهايب وعيش كل عما جاي للد كرامة تتهاوب خاي خيوث الدي عما إلى من حفظت كرامة ديدة أغزالا قدو يوم كوما ما تبريل البني عما ديدا ببريشايف الدشت الننوى إيوا خليلة شقلت الدو ديجنتي يعني كرامة من خعمة شرشايا أصلايا الأرد بابي وساوي حتيوة وبطيبو ثرابة قرتنا من شتاء سدوتو خلق خرتا يقارن رابع لديوما اللوحات الدخازيت انه بلكي واليثة لدمدخروخ روحة حسية طاهر كت إلي خورة عزيزة إلا خفنان مريقارة مردوكة ربطة جيبا وجيبت عمديدا ببريشايث قاو التوثيقة طالد أيزلوميت بريالة العمديدا وباتر هادخ مقرولم يقرتار أن ينطاهر هدم تادم طاكستد أوتو تزد قد برناشا خامم لابد أهم طاكستا ودورة ديلة بأهم لوقة أننقايا تمر اليوم 10 سنوات على تلك الفترة المظلمة من 3 حتى 6 من أغسطس 2014 حيث أعلن أصحاب الرايات السود حربهم على موصل وسنجار وسهل نينوى وذلك أمام أنظار العالم الذي ما زال في سبات عميق. لا يزال المجرمين طلقاء منذ إبادة الأرمن في نيسان 1915 آنذاك ارتكبت جرائم تدنى لها جبين الإنسانية وراح ضحيتها أكثر من 1.5 مليون من الأرمن والكلدان والسريان والآشوريين. ولم يتوقف هذا الحقد عند هذا الحد بل تكرر في عام 1933 في بلدة سميل حيث سقط أكثر من 3000 ضحية من رجال ونساء وأطفال. كما استمر هذا الحقد بعد 2003 ليظهر بوضوح أكبر في قتل ودمار وتشريد الشعب المسيحي الذي قدم للحضارة الإنسانية الكثير في مجالات العلم والسياسة والإعلام والفن والثقافة. بعد 10 سنوات من الاضطهادات والإبادات لا يزال هناك شك بين الساسة والمثقفين والمهتمين بحقوق الإنسان حول ما تعرض له شعبنا، فتارة يعتبر ما حدث إرهاباً عابراً وتارة يوصف بأنه جريمة ضد الإنسانية.
وأبمشو تبلب أها زياخة أمانة راشوما أمجد شاكر برشمتا دخدالوخة بخيزة بوداها قدشة وإي وخدا باقرتا برشتا دقنيلا ريزايا دهديري. وبشلقليخة جوزوياخة خافيلما اشطارايا خد شمت بيشانة ورصيخة المبقانة وصيارة مناخة طاهر سعيد متي وإي وابد أن نقايوتا دم خاميتا أرعى وانطرتات إيتوتا. الشعب البلداني والسرياني والآشوري المسيحي هم أبناء حضارة وادي الرافدين الذين بنوا صرح بابل وآشور، وهم من قاموا بترجمة آلاف الكتب من اليونانية إلى العربية لتزدهر بغداد في العصر العباسي علويا. فكان نصيبهم في بداية القرن الماضي القتل ودمار مناطقهم التي طالت مئات الآلاف من أبناء الشعب البلداني السرياني الآشوري، إلى جانب الأدنى في أشهر المذابح عرفها التاريخ. في عام 1915 اشتهرت بمذابح سيفوس أي القتل بالسيف، ومن بعدها جاءت أول مذبحة سنية في عام 1933 على أيدي القوات العراقية، حيث قتل أكثر من 5,000 من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب العزاب بسبب مطالبهم المشروعة بالعيش الكريم. وباتر هادخ سهدلي زوياخخ دايتوتا السواديتا ختم خوياند باطر أسرة شنة من موبد تكنشيتا ما إلى خلقة ودعت الدمشيخاية جو عراق. مشو تبلي قاوة هم يقرأ ويليام وردة رشانة دمطة كستة حمورابي تزد قد برناشا وبم دبرانوتا دم خبطانتا مدينيتا ميقارتا أرانين طاهر كد مقرولم يقرأ وردة منها رياثة بدأها قدشة ودورة دمطة كستة حمورابي بمتخبتا وأشطرتت سرخان رهواية درق المشيخاية دشتت ننوي عن طوسم شخلبي عم مشو تبتات خامنيانا من هضير ميقرة بسوادة عم آمورة بداها ملوءة كته بشليم تخلبي رايانة ومنها رياثة مشخلبي. كيف أثرت الأحداث التي شهدتها محاولات الإبادة على الشعب المسيحي واليزيدي والأقليات الأخرى على حقوق الإنسان، وشون ساهمتم بدعم الضحايا؟ وأكيد من التحديات الكبيرة كانت عمليات التوثيق والأرشفة، فشنو كانت جزء من هذه التحديات؟ ممكن تحكينا أو تذكرنا أحداث الإنسان؟ بصراحة أنا لا أريد أن أتحدث عن نفسي، أنا أريد أن أتحدث عن ما قامت به منظمتنا. كنا من أوائل المنظمات التي كانت توثق، ولدينا حاليا اتفاق وميموراندوم اوف اندرستاندينج، مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة
مع فريق المحققين أول منظمة صار لها اتفاق رسمي، لأنه كنا أول المنظمات التي التقت بالضحايا والناجين من المسيحيين والإيزيديين، ولدينا وثائق. لحد الآن نحن في مفاوضات مع الأمم المتحدة في مثل هذه الوثائق. التحقيقات التي أجريناها ما لا يقل عن 63 تحقيق مع المسيحيين والمسيحيات، طبعا الرجال والنساء، ومع الإيزيديين والعرب. فكان هناك يعني توثيق. الناس كانوا في ذلك الوقت لا يعرفون قيمة الموضوع. حاليا بعدما صار قانون، حاليا تعتبر شهادة منظمة حمورابي هي الشهادة معترفة بها في مديرية الناجيات، لاعتبار أي ناجية هي بالفعل ناجية، أو أي ناجية يعني يتم اعتراف بها إذا كان هناك كتاب من منظمة حمورابي، لأنه وزارة العمل والوزارات الأخرى التي لدينا شركات تعرف كيف كانت منظمة حمورابي منذ البداية، ورفعت تقارير، وتقاريرنا يعني منشورة ومقدمة إلى الاتحاد الأوروبي، ومقدمة إلى وكالات الأمم المتحدة، وكثير من أيضا للحكومة العراقية، ولذلك أصبح لدينا مصداقية كبيرة. وبشلختيما أها زوياخا بمشوتبتا ظهديرة ببوتاخة بثقلاخة أمنايا الأمانة مناخة طاهر سعيد متي خوش للوخة وصرياثة دا أشطرت دها جنخة وسرخانة كناشر هواية در قلب بني عمن مشيخاية قودشتة نينوي بشيتا دتري ألبة وأربسر وكدم طيلة زوياخة الختامة.